جماعة أنا لقيت مكان اكتشاف بيعمل فراخ بكذا تتبيلة مختلفة هتعجبكوا قوي. المكان اسمه درب العمدة، موجود في السلطان حسين قدام العمارة اللي فيها وي. تعال اوريكم بقى اكتر حاجة عجبتني عندهم. الفيليه عندهم ما يتفوتش، بيكون قطع صدور معمولة على الفحم وبعد كده بينزل عليها بالصوص اللي تختاره وطعمها رهيب. انا اخترتها بصوص الامريكي المدخن. جربت كمان الشيش طاووق، طلبت تلت كيلو صوصات مختلفة. عندهم حوالي 6 صوصات، التندوري والتكة والشطة والليمون والباربيكيو والامريكي المدخن واللبناني، وكل واحد فيهم بيدي طعم للفراخ مختلف واحلى من اللي قبله. في كمان عندهم فراخ مسحب، ودي بتكون فرخة مشوية مخلية من العظم، وانا اخترتها بالتتبيله اللبناني. الفراخ كانت دايبه والتتبيله واصله لحد الاخر وسهله في التقطيع والاكل عشان ما فيهاش اي عظم. الوجبه دي كانت نص فرخه. نيجي بقى للصواني، بيعملوا صواني عشان لو انتوا مجموعه كبيره. انا جربت صينيه التوينز، بيكون فيها نص فرخه واربع صوابع كفته لحمه واربع صوابع كفته فراخ وثلاثه سمبوسك وثلاثه قطع محشي مع نص كيلو رز، ودي بتكفي حوالي 3 افراد. هم متميزين قوي في الفراخ، وعجبني اختيارهم لاكتر من تتبيله عشان يرضوا جميع الاذواق. عايز اقول لكم ان دي من احلى المرات اللي اكلت فيها فراخ، والاسعار مش غاليه. فيلا روحوا جربوا درب العمده واكتبوا لي ايه رايكم.